اهلا وسهلا بكم في قناة صلح العطل بنفسك. النهاردة معانا فيديو جديد عن الخلاط. عندي المشكلة في الخلاط هنا. هو الخلاط شغال، احنا موصلينه بالسيريو اهو كده، هو شغال على لمبة السيريو. المشكلة عندي هنا مش في الخلاط، المشكلة عندي في دي بتبقى بالشكل ده كده. دي اللي بتركب على الخلاط هنا اهو كده بالشكل ده، وبتقفل بنطحن فيها اللحوم والخضروات. عندي هنا دي سكينة بتركب بالشكل ده، فيها فتحة هنا بتركب على دي كده اهو. بعد ما نركبها هنبدأ المسمار ده هيدخل معايا في الفتحة دي اهي كده، والمفروض تضغط معايا وتقفل، بس للأسف بتقفل من ناحية بس، الغطا مش راضي يقفل، ودي المشكلة اللي مخليها مش شغال. هنبص هنا كده هنلاقي ايه القطعة دي، هنعملها كده تاني. انا ضغطت عليها ولفيت لفة كده، سحبت دي، اركن دي. مشكلة في هنا في دي، المفروض دي اللي بتبقى راكبة على الخلاط انا نلفها كده، العمود هنا يلف عشان يبدأ يحرك معايا السكينة، والسكينة تبدأ تشتغل وتقطع. تعال نشوف هنا اهو، خليك معايا، ولكن دي ما بتلفش. طب الغطا مش قافل ليه؟ الغطا مش قافل لان السن ده اول ما بيعدي في دي هنا اهو مفتوحة من ناحيتين اهي، دي الوصلة اللي هي بين دي وبين السن ده. السن ده بيركب هنا ودي بتركب هنا، ده السن بيضغط على دي، المفروض دي الضغط عليها تنزل لتحت، ولكن احنا شايفين اثار الصدى والدنيا دي. هنبدأ ما نغيرش، نصين، نحاول. هنبدأ ندي ايه سنة مزيل صدى، وهستنى لها 5 ونرجع نكمل. بعد ما استنينا 5 دقايق رجعنا، هنمسك دي كده بالزرادية وهنبدأ نحاول نلفها كده. هنلاقيها تقيلة شوية في الأول، ولكن واحدة واحدة هتدي سلاسة. هنعمل كده اهو، لو نلاحظ هنا أول ما أنا بضغط كده وبلف بدأ الوش يتحرك معايا. هنديها مزيل صدى ونرجع تاني. وطبعا بعد عدة محاولات تمام الصدى بدأ ينطر معايا، بقت سلسة جدا معايا اهو. طبعا زي ما اتفقنا ان احنا دي لازم تشتغل ضغط، يعني انا لو لفيت كده اهو هنلاحظ هنا دي ما بتلفش معايا، فلازم ان انا نضغط كده اهو ونبدأ نلف وانا ضاغط عشان تلف معايا. لو تلاحظ اهو بالشكل ده تبقى دي اتظبطت معايا وبقت تمام. هنبدأ نركب كده في القاعدة. عندي هنا فتحات تول مشقبية، هنبدأ ندي لفة كده سنة بسيطة، نسمع التكة دي كده، هي ايه ركبت معايا سليمة 100%. والضغط اهو لما بنضغط عليها تشتغل معايا تمام زي الفل. هتبدأ تركب السكينة بتاعتك اهو بالشكل ده. السكينة انا اهو لو لفيت كده بص بنلف انا اهو مفيش حاجة بتلف، لكن لما بنضغط كده وبنلف اهو اهو. هنبدأ نركب على الخلاط، وعندي
الوش اللي ما كانش راكب معايا اهو بالشكل ده اهو. كده الوش ركب وطبق معايا في كل ناحية اهو، وبالتالي هتبدأ تشتغل معايا. هنوصل التيار اهو عشان المصداقية والجدية برضو اهو. وبالطريقة دي نبقى انا صينت. هندسة انا عايز نتلاشى ان يحصل معايا الخطأ ده. انا لسه مركب واحدة جديدة تمام، وعايز اتلاشى الخطأ ده ان هو يحصل معايا. ايه المشكلة اللي بتخلي الكلام ده يوصل معايا هنا؟ طبعا انا عندي الكبة اهي بالشكل اللي انت شايفه. بعد ما بتخلص ست البيت تبدأ بالتنظيف ومية وغسيل. ما تخليش المية يا ست الكل توصل معاكي هنا. وصول المية هنا بيؤدي الى صدى الوش الداخلي اللي هو ده اهو بالشكل اللي انا شايفه. فطبعا لما انا بشغل وابدا اركنها بعد الغسيل المية هتعمل معايا صدى، فانا الحركة دي هتضيع معايا خالص، مش هتكون موجودة نهائيا. وده اللي بيخلي الغطا بتاعي ما بيقفش، لان انا الغطا عشان يقفل فوق لازم دي يتضغط عليها كده بالشكل ده، لانها مهما لفينا زي ما قلنا اهو مش هتعمل معايا اي نتيجة. لازم ضغط كده عشان تبدأ تلف معايا بالشكل ده اهو. فبالتالي ساعة التنظيف والغسيل يا ريت يكون الغسيل بعجل، يعني انا ما اخليش ميه تيجي هنا. اغسل الكبة كلها من اي ناحية انت عايزاها وابعدي عن المية ما تخليهاش توصل هنا. وبعد ما بنغسل المطحنة بنعملها كده بالشكل ده هو، بنسيبها كد 5 دقايق كده، وبعد كده بنرجع بنسيبها تتهوى عشان الريح. لو نلاحظ بص معايا خليك معايا، احنا مش هنركب السكينة خالص اهو. عندي المسمار دوت هو اللي بيضغط معايا هنا اهو على الكب اهو بالشكل ده. لو نلاحظ اهو، يا رب تكون الصورة واضحة معاك. المسمار ده ضاغط معايا هنا اهو. هحاول اكبر لك الدنيا اهو. بالتالي بتضغط معايا تحت. هنبدأ مجرد ما هنشغل هتشتغل معايا، هتلف معايا اهو. بقى انا بلف في البكرة تحت بايدي اهي، بتلف معايا بكل سلاسة ما فيهاش اي مشاكل. وكده انا حليت مشكلة الدرابوكس بتاع المطحنة من غير ما نغير درابوكس جديد. نفس الدرابوكس اللي انا كنت شغال عليه هو ما غيرتش الدرابوكس الجديد. هنبدأ بعد كده نشغل ونحافظ على المطحنة بالطريقة اللي انا قلت لك عليها، بحيث ان انا ما نزودش في الغسيل المية، ما نخليش المية توصل لغاية السلاح بتاع الدرابوكس. وكده احنا نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا باللايك، ولو كنت لسه ما اشتركتش في القناة او اول مرة تشوفنا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا. سلام.